انا قدك يا عم، اقدر اشيل 50 رطل تلج واطلع بيهم 3 ادوار. الحركه دي من ريد خلت الفلاح يضحك، عجبه حماس الشاب الصغير ده فقرر يعينه. شغل السور كان محتاج دقه اعمده في الارض، وواضح ان جسم ريد الصغير ما كانش مناسب قوي للشغل ده. بعد ما تعب وهو بيحاول يثبت عمود واحد، زميله زقه ووقع بسهوله. كده مش مظبوط، يمكن يا مستر ايرلي تخليه يبني لي سور الارانب بعد كده، عندي شغلانه تانية ليك. رغم السخريه كلها، ريد رفض يستسلم. عشان يطلع شغله بنفس جوده الباقيين، فضل يقوي الاعمده ويثبتها كويس حتى والكل التاني كان مستريح. تعب ريد شد انتباه الشاب اللي كان ساخر منه قبل كده، قرب منه وداله شويه ميه، ولانهم قد بعض في السن بقوا اصحاب بسرعه. من كلامهم ريد عرف ان جاس جاي من عيله متوسطه، بس بسبب الازمه الماليه من سنتين البنك اخذ ارضهم. دلوقتي هو شغال بجد وبيحلم في يوم يشتري البنك ويرجع ارض عيلته. ريد حس بقرب شديد من القصه دي، في نفس السن وكان عنده تقريبا نفس الهدف. في اللحظه دي اتكونت رابطه بينهم من غير كلام. بعد الشغل رجعوا للعنبر وكان مليان عمال بيلعبوا كوتشينه. ريد قعد في الركن بهدوء بيكتب في النوتو بتاعته، ما شاركش في اللعب. ريد كان عارف هو عايز ايه، مش عايز ينتهي بيه الحال زي الناس دي عايشين على كام جنيه في سنهم. هو كان متقدر له يعمل فلوس بجد، عشان كده راح على طول للفلاح وساله عن سر النجاح. الفلاح عجبه طموح الشاب ده واشار له يقعد، وبدا يشاركه مفتاح نجاحه. النجاح محتاج تفكير كتير، ما ينفعش تبقى خروف، لازم تبقى البلويذر. البلويذر قائد يا ابني، قائد للناس عشان تنجح لنفسك. كلام الفلاح دخل دماغ ريد على طول، وجت له فكره جديده. عرض على الفلاح انه لو خلص الشغل قبل الميعاد يقدر يحتفظ بالفلوس اللي اتوفرت كمكافاه. انا فعلا معجب بيك يا ابني، ممكن يحصل، خلينا نشوف.